انا عايز اروح الحمام. طبعا انت لما تبقى في موقف ومزنوق قوي ومش قادر فبتقول اللي حواليك انا عايز اروح الحمام. وبرضه في مصر احنا عندنا في اكسبريشن كده لذيذ ساعات بنستخدمه لما تقول لحد عايز اروح الحمام فبتقول له انا عايز اكلم وزير الري. في الانجليش بقى احنا عندنا شويه اكسبريشنز بتعمل نفس الفكره في العربي، اللي هي بتقول انا عايز اروح الحمام بشكل غير مباشر. فمثلا انت لو عايز تقول لحد انا عايز اروح الحمام زي ما قلنا قبل كده ممكن تقول powder my nose او I wanna go to the John. تعالوا النهارده اديكوا شويه اكسبريشنز برضو بتدي نفس الشكل بتاع انا عايز اروح الحمام. يعني انا لو بتكلم في شكل انفورمال او غير رسمي تقدر تقول I wanna take a leak او I wanna have a leak. وكلمه leak جايه من كلمه تسريب، وعلى فكره leak يسرب او تسريب للسوائل للغازات او حتى للمعلومات. I gotta take a leak. Gotta take a leak, Doc. I gotta take a leak. تقدر تقول gotta pee. تمام، دي برضو بتدي معنى ان انا عايز اروح الحمام. Gotta pee. I gotta pee. عندنا في برضو expressions كده بتكون funny شوية. تقدر تقول nature's calling. تقدر تقول I wanna answer the call of nature. تقدر تقول I wanna answer nature's call. تمام، ودول بيكونوا funny شوية. Nature calls. Nature's calling. No. Nature calls. Answering nature's call, am I right? Nature calls. Back in a few. I hear nature calling. لكن لو انت في موقف رسمي formal وعايز تقول انا عايز اروح الحمام تقدر تقول I need a bathroom break، او حتى تقدر تقول I wanna use the restroom. I wanna use the bathroom، والاتنين صح. Quick bathroom break. Bathroom break. لكن طبعا عندنا في مصر عايز تقول لحد انا عايز اروح الحمام قول له انا عايز اكلم وزير الري.